السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتونا جدا والله، ربنا يعلم. بس ايه، يعني صراحة ام زياد تعبانة اليومين دول خالص، فرجع ألم ظهرها تاني. فزي ما نقول كده ما بعرفش اصور والله، لان تحت وفوق، فما بعرفش اصور اليومين دول، معلش اعذرونا. ربنا يشفيها يا رب. ده بداية الفيديو كده، تمام. للناس اللي بتسأل انتوا ليه بدأتوا تتأخروا علينا وما بتصوروش، يعني ايه الناس قلقانه يعني. مشاغل والله يا حبايبي والله. بصوا بقى، ان شاء الله معانا النهارده فراخ مشويه، لان برضو زي ما قلت لكم انا مش فاضيه، فدي اسهل حاجه هنعملها. حمايه هيشويها يعني، وانا هصور كده خفيف خفيف، لان زي ما قلت لكم انا قاعده مع ام زياد فوق. معانا الوراك دي لنا احنا الكل، احنا وخالتي وام زياد وسلفتي كمان. عزومه عندنا تحت يا جماعه. هي مش عزومه يعني، بس هو ايه، كلنا هناكل مع بعض. اكلة حبايب يعني تقريبا كده. طيب. أكلة العيانين. معانا الوراك دي زي ما انتم شايفين، طبعا احنا اشتريناها وغسلناها كويس ونضفناها من فوق ومن تحت بالملح والخل والميه كذا مره يعني، فايه وكده تمام. اهي زي ما انتم شايفين. بنحتاج للتتبيله بتاعه الفراخ. معانا بصل مفروم ناعم اهو، انا عملته على المبشره، على في الكبه كده فرمته ناعم. ومعانا طماطم برضو عملتها في الكبه كده سريع، عشان ايه، الكبه هي يا جماعه، الكبه بتاعتي. الكبه بتاعتها يا الكبه الياده، ولازم تحرجيني قدام الناس كده. قبل اكسفك قدامهم كده واعرفه. ما رضيتش تخليني انا اقطعها بالسكينه، انا عاملها في الكبه دي عشان المبشره هتعمل ايديها وبتعورنا انا كمان. فانا زي ما تقولوا دي الكبه بتاعتي، كبه الغلابه يعني. ليه؟ عادي عادي يا ست ام علي. بص بقى، معانا البصل اهو، ومعانا الطماطم، ومعانا الثوم. ده الحاجه الوحيده اللي احنا ايه دقيناه بايدينا. معانا الخل والزيت وفلفل اسمر وملح وحبهان. تمام. دلوقتي بقى ايه، هنخلط كل المكونات دي هنا في الطبق ده، كله هنحطه هنا وندعكه بايدينا كويس قبل ما نحطه على الفراخ. هنحط الخل والثوم والبصل والطماطم، واهو ريحت خالتي وانا عملت كل حاجه قبل الفيديو. شاطره يا ماما. بنحط بقى الخل اهو، بس مش الخل بيطري لحمه الفراخ. كمان بحط هنا كفايه يا ماما. وهنعمل طحينه، وهنعمل عيش وطماطم مشويه. غير الطماطم دي طماطم هنشويها بره. لا بايديكي كده بقى. لا مش عارف. هاتي وانا اعملها. ايه اكتر من كده ولا هنحط ايه؟ بقى الطماطم اهي، ماشي. وهنقلب كده جامد جامد لما الواحد ما هي بيتعب يعني، لازم تتعبي. لا والله، علشان بس ايه تتظبط. والله هي تتظبط. هنحط كده الزيت كده هي تتظبط. هنحط حوالي نص كوبايه من الزيت، لان الزيت برضه بيطري لحمه الفراخ. كفايه يا ساعة الشوي. الزيت غالي يا مالك. ده زيت تموين. يلا يلا تموين. انت مالك تموين؟ واحنا يعني فكرتني بمحمد هنيدي، خير ربنا كتير. انا عارفه الحمد زيت التموين موجود. الرزق كتير والحمد لله يا مالك. هننزل بقى بالايه، بالخلطه اللي احنا عملناها. طبعا احنا لسه ما حطيناش ولا ملح ولا فلفل اسمر خالص. مندوج الاول. استنى عشان انا لسه ما حطيناش اصلا. انا حاطه في الدجه، حاطه كتير في الدجه. في الثوم يعني. في الثوم عشان ايه، مش ايه. وهنعمل كده بايدينا، ولو احتاجنا زيت هناخد من الزيت بتاع خالتي. لا انت خسرانه حاجه يا مالك. بس يا مالك، بس بدل ما اطلع اجيب جزازتين زيت من اللي عندي. بس تعالي خديه. خدي ولا ايه. وطبعا هنسيب الفراخ لغايه ما تتبل خالص، وتاخد وقتها حوالي 3 أو 4 ساعات اقل حاجه. دوقي يا مالك كده. حلو. لا بس دوقي كده. ما بعرفش في الفراخ المشويه. دوقي حدقي بايدك. حلو. البتاع مش عايز ملح، مظبوط في الدجه بتاعتي. انا عارفه كده. انا عارفه ان انا بعمل ايه. معلش هنحط برضه على الوش كده شويه فلفل اسمر وخلاص كده. وزي ما قلنا لكم، لان صراحه خالتي عامله فتحه صغيره في الازازه، خايفه عليها عشان ما تكبش معانا كتير. لا انا قد استهلاك يا ماما. انت صراحه وهنسيب بقى الفراخ لغايه ما تتبل خالص براحتها بقى، وايه، وتقعد الوقت الكافي في التتبيل. دلوقتي بقى هنعمل معاكم الطحينه، وبعد كده ان شاء الله لما نيجي نشويها هنشتغل معاكم تاني. ودلوقتي حبايبي ان شاء الله هنعمل معاكم بقى ايه الطحينه بتاعتنا اهي. تمام. بصوا معانا دوت ربع كيلو. كنا جايبين ربع كيلو من الطحينه، بس شلنا منه شويه عشان هعمل بتنجان بالطحينه، حاجه كده زي البابا غنوج. بس ايه، خالتي راحت تجيبه يعني، وانا قاعده قلت اما اعمل الطحينه لغايه ما ترجع. معانا بقى ايه الطحينه بتاعتنا اهي، الكميه اللي انتوا عايزينها. معانا ميه سخنه جدا شبه مغليه يعني. معانا الخل والزيت، ومعانا الثوم. اول حاجه هنحط الثوم، برضو انا دقيته في الهون. هنحط الثوم على الطحينه كده. تمام.
وهنحط شويه فلفل اسمر وملح، وهننزل بالميه السخنه. بصوا شايفين البخار، وهنقلب كده الطحينه نفكها بس عشان تكون مرمله كده، ما تكونش اللي هي ايه اللي هي الناعمه دي، لا زي بتاعه المحلات. وفي ناس بتحط الطحينه عليها، بصوا بدات تفك وتعمل ازاي اهي. في ناس بتحط شطه او البابريكا دي عشان تديها لون احمر، بس بما ان في اطفال هياكلوا فاحنا مش هنحط شطه خالص. هنقلب كده الطحينه لغايه ما نفكها. بعد كده هننزل بشويه من الزيت وشويه من الخل. تمام. الخل طبعا هنحط كميه كويسه، يعني حوالي فنجان كبير من الخل، لان الخل بيديها مزازه. وبعد كده لما تحتاج هنكمل بالميه السخنه. ودلوقتي حبايبي اهو خالتي بقى جت اهي، لان هو الراجل جنبنا هنا. انا دقتها لقيتها محتاجه شويه كمان ملح على فلفل اسمر كده. حطيتي كل حاجه عملتها ظبطتها يعني والله. طبعا قلبي بس كويس كده. انا كانت صحتي يا بنتي. بصوا بقى احنا جبنا البتنجان اهو، بتنجان كبير علشان هنعمله كده ان شاء الله وصفه حلوه قدامكم برضو. مكان المكرونه، يعني بدل ما نعمل مكرونه لا هنعمل البتنجان دوت بالطحينه. مش كتير بس اصل انا ايدي فرطه في الملح. لا في كل حاجه كفرطه، اشمعنى الملح؟ كل حاجه يا جماعه والله ايدها صحيه جدا. كريمه. ده شويه الطحينه اللي انا سبتهم علشان يا ست كفايه والله العظيم كله هياكل بتنجان. انت دايما كده اهو. مش بحب شويه يا اشمعنى انت كريمه يعني؟ لا يا ست كريم هو الله. عين. وبكده خلاص نكون خلصنا الطحينه اهي، زي ما انتم شايفين شكلها وقوامها بقى مظبوط، تقيله وحلوه مش خفيفه يعني. عشان انت عاملاها؟ عشان انا اللي ظبطتها النهارده. صدقي بالله ملهاش طعم. تعرفي صح، انت قلت كده المفيد. اهي شايفين. طبعا دلوقتي بقى هنحطها في التلاجة وهنبدا نشتغل في ايه وصفه البتنجان. البتنجان ب5 جنيه يا جماعه بورده بيضه، ده جميل. ما تجيبوا الورده البيضه دي ما يعلاش عليها الورده البيضه دي. طب شفتي بقى ادي الورده البيضه جايبه لي بتنجانيه بايظه. لا مش بايظه، دي كعب الغزال. كعب الغزال او رجل الغزال، عشان انت شاريها بقت غزال. بس شفتي الورده البيضه حلوه حتى الست يلا استغفر الله العظيم. يلا الحمد لله. ورجعنا لكم تاني حبايبي بعد ما خلاص باقي بقى ايه اخر وصفه قبل ما نقلي. بصوا بقى معانا البتنجان بتاعنا زي ما انتم شفتوه كده، انا قطعته. طلعت قلت البتنجان ونزلت في ثواني. شفتوا؟ لا اكلتها هي ديت، بس انت عايزه تاكل ايه بتنجان؟ بصوا البتنجان بتاعنا انا قطعته كده مربعات كده، بنقطع يعني شرايح وبعدين بنرجع نقطعها مربعات وبنقليه عشان ما نضيعش وقتكم بعد ما بنحمره كده او بنقليه. بنحتاج بقى معانا ايه؟ معانا توم وفلفل احمر او اخضر اي حاجه معانا. ما تقدريش عشان اكل منه شرخه. لا مش هديكي. مش هتديني؟ طب لا خدي بتنجانك واطلعي فوق. معانا هنا شويه شبت، ممكن في بقدونس ينفع برضو بس احنا عندنا الشبت بس. هي لها شحته. التوم والفلفل. هي لو شاريه الشبت مش هتنزل ده كله. بس التوم والفلفل والشبت ده كله هندقه في الهون بشويه ملح. يعني هنحط التوم والفلفل. مش عامله معاك حاجه كله وصوري واعملي. انا اصلا مش طايقاك النهارده. ماشي هعمل كل حاجه. مش عايزه تحط الفلفل الحامي ده على البتنجان يا ستي؟ مش حامي والله، شلت كل البتاع اللي فيه العروق اللي فيه. انت مش بتاكلي حاجه مش حاميه؟ ده لو مش كان نار ما تاكلهوش. بصوا كله كده هنحطه في الهون وندقه كويس، ندقه ناعم يعني. ودول بقى شويه الطحينه اللي كنت انا سايباهم كده في جنب، هنعصر عليهم. خالتي بقى بتدق هنا ايه الخلطه اهي. تمام كل حاجه قدامكم. معانا هنا بقى الطحينه هنعصر عليها ليمونه. انا وتكبها اللي تحت رجلك الثانيه. لا انا شايله البذر بس في بذره واحده برضو. تمام هنعصر هنا ليمونه او ليمونه ونص على الطحينه دي. فين الفلفل الاخضر؟ ما جبتوش ليه فلفل اخضر؟ ما فيش والله، ده انا لقيت دول كده يعني بالضرب. ده رحت اجيب لقيته ب 8 جنيه النهارده الفلفل الاخضر. شاف له سعر النهارده، شاف له يوم ابو 2 جنيه. هنطلع البذره دي في جنب كده. طبعا انا حطيت البتنجان على مناديل المطبخ علشان تشرب شويه من الزيت. شي فريده بنتي حاطه الشبشب بتاعها فين؟ عايله هي حاطه الشبشب في البتاع. هنقلب كده الخلطه وهنضيف عليها برضو شويه من الميه بس مش كتير، يعني مش عايزينها خفيفه. بصوا هنفكها بس وبعدين هننزل بالخلطه اللي خالتي بتدقها دي عليها. وبعد ما فكيت كده الطحينه بتاعتنا بننزل بقى بالخلطه اللي احنا دقيناها دي كلها كده
معانا معلقتين، المعلقه دي اللي انا كنت بصوا اهي، طعمها بيكون جميل جدا جدا يعني. بنحط طعمها حلو صراحة. ولما هو طعمها حلو تعبانه ليه وانا بقول لك نعملها؟ ما هي بس فلفل. لا بصوا مش محتاجه ملح. جايه لك هاتي باذنجان. خالتي مزوده في الملح شويه. هننزل بقى بالبتنجان بتاعنا، هنكبه هنا على الخلطه. يا لهوي على البتاع نور والله. شورتكي مش فايده النهارده. شوفوا كانت هتشتم اهي. هشتم اختي. انت مالكم مال اختي؟ يلا كب كده. انا واختي شيرة خير، انا واختي على ابن عمي يوم. ودلوقتي يا حبايبي اهو بقى بنقلب في الخلطه بتاعتنا، لان انا اللي بقلب وانا اللي ماسكه التليفون. اعملي مش هعمل حاجه. تمام كده. بصوا بقى اهي، هو ده شكل البتنجان بالخلطه، بالثوم بالشبت والبقدونس بالفلفل. ممكن نقطع طماطمايه عليه ما يضرش برضو، يكون طعمه جميل جدا في المشويات او في المشاوي يعني، يكون طعمه حلو. مش حاجه ده جميل والله مظبوط. ممكن نخفه بس بشويه ميه صغيرين، نخففه كده. يتقل اصلا. تمام كده. هنحطه بقى في التلاجة هو والطحينه اللي احنا عملناها في الاول، وهنسيبهم كده خلاص. وبعدين ان شاء الله لما نبدا نولع النار ونشوي هنروح مورينكم بقى ايه طريقه الشوي بتاعتنا، وبعد كده نوريكم الغدا بتاعنا ان شاء الله. ودلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين، انا بقى كنت فوق عند ام زياد صراحه، وما شفتش خالتي ولا حمايه هما بيشوي يعني. بصوا هما ولعوا الخشب عادي، وبعدين لما الخشب كده بدا يطفي كده ويعمل زي الجمر زي ما انتم شايفينه كده، بيروحوا بقى ايه حاطين الفراخ. فحم ولا خشب؟ ده خشب بس. خالتي بتولع هنا في الصفيحه. بتحط في الصفيحه، والحته اللي بتلع كده بتروح نقلها الناحيه الثانيه. هنشوي هنا وهنا. بصوا بقى يعني ايه ده بقى، لازم نكون قاعدين، لان النار او الخشب او الفحم بنكون قاعدين وبنقلب كده ايه، كل ما الفراخ تاخد لون بنروح قلبينها اهي. بتقعد حوالي ساعه الا تلت، لان الوراق في وراك صغيره وفي وراك كبيره على حسب برضه. بتقعد حوالي ساعه الا تلت، وبعد كده ان شاء الله بتكون استوت زي الفل. تمام. وزي ما انتم شايفين كده بصوا دي بقيه الفراخ اللي اتبقت معانا، حطيناها رصيناها. طبعا الفراخ دي خلاص كده شويتها حلوه خالص اهي، اللون بتاعها قدامكم اهو ظاهر اهو. وهنشوي بقى الطماطم جنب الفراخ. وخالتي هنا طبعا بتسخن عيش على الصفيحه، عيش فل الفل. ايوه اهو بصوا الله، عشان بس ننجز، لان صراحه العصر اذن واحنا من زمان متبلين الفراخ. خلاص هنطلع الفراخ المشويه دي الحلوه دي، وهنرص بقى الطماطم علشان نشويها برضو جنب الفراخ الباقيه دي. ودلوقتي يا حبايبي ده بقى شكل الطماطم اهي المشويه اهي. تمام كده. بصوا هي بتاخد اللون البني او يعني ايه زي ما تحبوا يعني، لو حابين تزودوا عليها في الشوي اكتر من كده مفيش مشكله. معانا بقى كوبايه كده اهي، وبنهرس الطماطم بالكوبايه. واحنا بنهرسها بالكوبايه كده بنروح بقى حاطين عليها شويه فلفل اسمر وشويه كمون وشويه ملح. تمام. وبنكمل هرسان فيها لغايه ما بننعمها خالص. ودلوقتي بعد ما هرسناها كويس وظبطنا الملح، هنحط عليها برضو شويه من الزيت برضو يكونوا حلوين كده، ونقلبها تاني. وبعد كده بقى ايه كده الطماطم خلاص جهزت، والفراخ برضو جهزت، والعيش برضو سخناه كويس. يلا بينا بقى عشان ايه نقدم لكم الاكل بتاعنا اللي احنا عملناه معاكم. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. زي ما انتم شايفين بعد ما خلصنا معاكم الغدا بتاعنا الفراخ المشويه. انا اللي خلصت اهو. لا بص الغدا بتاعنا النهارده ده كان شركه كلنا اشتركنا فيه، البيت كله. بصوا ده شكل الفراخ اهي، ده شويه عمي او حمايه. ده جميل شويته. بصوا عامله ازاي شبه الجلاش بالظبط. يسلم اللي شاور. برضو دي الطماطم برضو المشويه اهي، برضو حطينا عليها الزيت والملح والكمون زي ما انا قلت لكم. ودي الطحينه، ودي بقى البتنجان المقلي، وعليه الفلفل والشبت والبقدونس والثوم. تمام كده. ومعانا مخلل اهو. وبصوا بقى تسخين العيش ده برضو سخناه على مكان الفراخ على الشوايه بالظبط. تمام كده. وما نسيناش القله بتاعت خالتي. ما تقدرش تنساها ابدا. طبعا هو ده الغدا بتاعنا النهارده. يا رب يعجبكم، واذا عجبتكم الحلقه النهارده ما تنسوناش بلايك حلو كده. ويا ريتكم كنتوا معانا، كنتوا اتغديتوا بفراخ مشويه، كله مشوي النهارده. بس هو البتنجان هو اللي اتقلى النهارده. حتى البتنجان نصه مشوي ونصه مقلي. يلا مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع الف سلامه.